الحقيقة ان جراحات الجمال الناس فاكراها سهلة، لا مش سهلة. انت بتتعاملي مع حد هو طبيعي. دكتور أحمد، اليوم اسمك مرتبط بالدقة والنتائج الطبيعية، شو اللي ميز أسلوبك بالعمليات؟ بصي يعني اقول لك حاجة، تخصص جراحة التجميل التخصص الوحيد اللي انت كل يوم بتحسني، ومش لازم تكوني بتحسني يعني اللي انت كنت بتعمليه كان وحش، بتغيري وجهة نظرك في العمليات، خصوصا عمليات الجمال اللي الناس فاكراها. بصي جراحة التجميل كذا برانش، أهمهم حالات الحروق وجراحات الجمال وجراحات الوجه والفكين وجراحات اليد وجراحات التعويضية. الحقيقة إن الجراحات الجمال الناس فاكراها سهلة، لا مش سهلة. أنت بتتعاملي مع حد هو طبيعي، دي الجراحة الوحيدة اللي بتتعاملي مع حد طبيعي، حد حلو عاوز يبقى أحلى. يبقى أحلى. يعني مفيش ورم، مفيش كسر، مفيش في مرض. مشاكل مفيش مرض، مفيش حرق. يعني حتى في برانشات تانية عندنا التعامل مع المريض اسهل، انت تتعاملي مع حد طبيعي جدا وحلو جدا عاوز يبقى احلى. مم. تمام. فانت فكره بقى ان انت تغير مفهومك للجمال بيتغير مع الوقت. التكنيك كل ما اشتغلتي اكتر كل ما التكنيك بتاعك اتحسن وبقى ادق وتوصلي للهدف اللي انت عاوزاه. ومور ناتشورال مع الوقت كمان. بالظبط. فالقصه بتبتدي من بدري، القصه بتبتدي ان انت ازاي وانت في مرحله الطبيب المقيم، بيبقى مرحله قاسيه شويه بس بتتعلمي فيها كتير. اول 3 سنين دول انت بيبقى تواجدك مع الاسره قليل جدا، ولكن بتفتكريها بعد كده ان دي اللي فرقت معاكي. بعد كده تيجي المرحله الاكثر تخصصا شويه لما بتبداي تدرسي حاجه معينه في الجراحات وتبتدي تحسني ويبقى ليكي اسلوبك الى حد ما، مش بس مجرد تابع للناس الاكبر منك، اللي هي فتره المدرس المساعد بنسميها عندنا في السلك الجامعي، بعد كده المدرس. فالفكره ان ازاي انت من خلال تجاربك مع الاخرين واجتهادك الشخصي في الشغل وفي العمل بتقدري تطوري اسلوب ليكي لوحدك. كل جراح تجميل له فلسفه، يعني خلينا نقول فلسفه اكتر منها اسلوب في النتائج اللي هو عاوز يوصل لها، في طريقه النتائج اللي هو عاوز يوصل لها. ده كله هي الجراحة الوحيدة اللي بتعتمد على فكرة التكوين يعني جانب علمي قوي ومعلومات أكتر وحس فني مربوط ازاي ده كله، ازاي تدمجهم مع بعض، مع ان انت تعامل السيفتي مهمة جدا بالنسبة للمريض عشان توصل لمدرسة معينة في شغلك ان انت تحقق نتائج حلوة.